والله هي الفكرة ابتدت من شهر رمضان 2010. كان 9 أغسطس، كنت في منزل الأستاذ أحمد فؤاد درويش المخرج التسجيلي العالمي، وكنا بنتكلم عن فترة حكم محمد علي، وخاصة إنها بتشبه لحد ما كل الفترات العصيبة اللي مرت بيها مصر عبر تاريخها كله. فكان الحوار بيننا دخل في منطوق سياسي. جت فكرة إبراهيم باشا، قال لي ده فيلم كويس جدا، فيلم تاريخي، انت اللي هتعمله. وكانت مفاجأة، وزي ما بيقولوا الفنون جنون. فقال لي انت اللي هتعمل الفيلم ده، انا عايزك تروح ميدان الأوبرا القديمة وتقرأ الكلام اللي موجود على القاعدة الحجرية للتمثال. بالفعل رحت ميدان الأوبرا بعد استهانة مني الحقيقة بالموقف، لأني مش متخيل إن إبراهيم باشا يكون له هذا التاريخ الطويل جدا. رحت ميدان الأوبرا، بصيت على القاعدة الحجرية وكان مكتوب عليها: سلام على إبراهيم الفاتح المنتصر، قاد جيشه من نصر إلى نصر، والمعارك اللي خاضها ولم يهزم في أي معركة. الحقيقة تحمست جدا، وابتدى شعور عندي إن أنا لازم أدور ورا الشخصية دي وأبحث عنها في مراجع مختلفة. وابتديت إن أنا أجمع المادة العلمية، ودي كانت مرحلة صعبة جدا في البداية، لأن المعلومات عن إبراهيم باشا كانت غير متوفرة بفعل عوامل كتير جدا، وأولها تشويه التاريخ اللي حصل في الفترة الماضية وقبل ثورة 25 يناير. اعتمدت في جمع المادة العلمية على حوالي 9 أو 10 مراجع، منها العربي كانت للأستاذ محمد شفيق غربال، وكانت كان كتاب اسمه ذكرى الفاتح العظيم إبراهيم باشا سنة 1948. هو عمل الكتاب ده بمناسبة مرور 100 عام على وفاة إبراهيم باشا، وبيحكي فيه تفاصيل حياته وأدق تفاصيل حكمه. في كتاب الجيش المصري البري والبحري للأمير عمر توسن. في كتاب التاريخ العسكري لمحمد علي وأبنائه لميسيو فيجان، وده كان مؤرخ فرنسي عظيم جدا. في كان كتاب لميسيو لوفون، وده كان قائد الحامية الفرنسية في اليونان، وكتب عن إبراهيم باشا كتاب رائع جدا اسمه إبراهيم باشا الرجل الذي يخشاه الرصاص. طيب انت تحمست للفكره كمان من فكره قراءاتك عن ابراهيم باشا، لكن منين بقى جت تسميه الاسم بما اشبه الليله بالبارح؟ الحقيقة كنت في جلسة أيضا مع الأستاذ أحمد فؤاد درويش، اللي هو استطاع أنه يكتب النص الأدبي للفيلم بعبقرية شديدة جدا وبإبداع. بعد ما جمعت المادة العلمية واحترنا في الاسم إبراهيم باشا فقط، إبراهيم باشا الماضي والحاضر، واخترنا عدة أسماء لحد ما توصلنا في النهاية إلى أنه يكون ما أشبه الليلة بالبارحة، نظرا لأن السيناريو والنص الأدبي المكتوب كان بيعبر عن مصر في مراحل كتير جدا. هزيمة نافارين، موقعة نافارين 1827، 20 أكتوبر 1827، بتشبه إلى حد كبير جدا بنسبة 80 أو 90% بهزيمة 5 يونيو أو النكسة زي ما معروف عند المصريين في مؤتمر لندن 1840، وبيشبه في ظروفه وحتى حيثياته أو القواعد اللي أرسى عليها بيشبه مؤتمر السلام أو معاهدة السلام 1977 اللي كانت في عهد الرئيس السادات. طيب فكرة انه ربطت ما بين انه مجلس المشورة اللي هو مجلس الشورى، المجلس فوق العادة اللي هو المجلس الاستشاري، قانون العزل، كل ده ربطت بينه وبين بعضه ازاي في الفيلم؟ ربطت بينه بحيث اني اقول ان مهما الزمن عدى ومهما السنين طالت، بيبقى ان في واحد عمل فكرة ووضع لها ضوابط معينة وقوانين معينة بتحكم الناس كلها، ممكن تستخدم فيما بعد انها تتطور ويحكم بها ايضا مع تغير الظروف او المناخ السياسي اللي موجود فيه الشعب. احنا ما بنقراش تاريخ مش كده؟ لا للاسف. ما بنتعلمش كمان من من سبقونا في التاريخ. لا اطلاقا. للاسف الشديد ان اللي ما يقراش تاريخه ما يعرفش ايه اللي هيجي وايه اللي هيحصل. لكن لو احنا دارسين التاريخ كويس وعارفين ان اللي حصل هيتكرر وهيحصل في المستقبل،
كنا وضعنا حساباتنا وعملنا حساباتنا لأي متغيرات ممكن تحصل على الساحة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية إلى آخره. طيب اسمح لنا نشوف جزء من فيلمك العظيم ونرجع نستكمل اتفضل يا الحوار. فندم. في عام 1805 أصبح محمد علي باشا واليا على مصر. استوعب آثار الحملة الفرنسية وشرع في بناء جيش نظامي يكون نواة لبناء دولة مدنية حديثة على نسق أوروبا. في معركة أبو قير البحرية هزم بني عثمان هزيمة نكراء على يد قوات نابليون بونابرت، وهو ما أدركه محمد علي بعقلية المحارب وببعد نظر الحاكم، فأصر على إقامة صروح عسكرية حديثة. وفي عام 1819 وصل إلى مصر كولونيل سيف ليؤسس منظومة عسكرية مصرية وفقا لأعلى التقنيات الفرنسية. كلفه الباشا بمهام عديدة، أولها تدريب 500 من الجند المماليك في أسوان. ألف الباشا وحدات من الجند الأرناؤوط، والتي سرعان ما انهارت بسبب عصيانهم المستمر. اتجه الباشا إلى تجنيد السودانيين، فتفشى مرض الكوليرا بينهم، ففشلت التجربة، فاضطر للاستجابة لرؤية ابنه إبراهيم أن منظومة جيش مصري حديث لن تتحقق إلا على أكتاف الفلاحين أي المصريين. أسس الباشا بقيادة إبراهيم مجلس لكبار الضباط، الذي بدأ عمله بمديرية القليوبية باعتماد نظام الاقتراع، وهو نظام فرنسي يحفظ كرامة الإنسان وحقوقه بالاختيار العشوائي للعدد المطلوب تجنيده بدلا من التجنيد بالسخرة. يا عزيز عيني وانا بدي اروح بلدي بلدي يا بلدي والسلطة خدت ولدي. ولإضعاف دولة الخلافة العثمانية وتفكيك قبضتها على ولاياتها والإسراع بوراثة الرجل المريض، سعت دول أوروبا لتفجير الولايات العثمانية من الداخل باللعب بسلاح الدين. كنا بنتناقش على الأغنية يا عزيز عيني، فبسأل يعني ما إذا كنت قاصد تستخدمها للتعبير ولا لأنه كانت أغنية في التوقيت ده، يعني الأغنية دي بعد التوقيت ده بكتير بكتير يعني. جدا، بحوالي 100 سنة أو أقل شوية، ولكنها فعلا معبرة جدا عن السخرة والعنف اللي كان بيستخدم ضد الفلاحين أو البسطاء للتجنيد، واللي خلى إبراهيم أو جعل إبراهيم باشا يفكر في فكرة حقوق الإنسان. حقوق الإنسان اللي هي بيستخدموا الهيومن رايتس حاليا، المنظمة العالمية لحقوق الإنسان، هو أرسى قواعدها في مصر بابتكار نظام الاقتراع، وهو نظام مأخوذ من فرنسا، كانت بتستخدمه علشان تحفظ كرامة الإنسان وحقوقه، بدل ما يكون التجنيد بالعنف والسخرة، كان بعمل زي اقتراع عشوائي أو فوتنج على مجموعة من الناس مطلوبين للتجنيد من الفلاحين، فبيتم اختياره عشوائيا مقابل أجر وعقد، فبيكون بالترغيب وليس الترهيب. طيب أثناء كتابة السيناريو ما أشبه الليلة بالبارحة. بالظبط. يعني كاتب السيناريو قلت لي اسمه أستاذ أحمد فؤاد درويش، مش كده؟ مظبوط. أنا كتبت السيناريو المتعلق بالصورة، تتابع الصورة. لكن تاريخيا هو اللي كاتب السيناريو، هو اللي كتب النص الأدبي المصاحب للصورة. طيب
الربط اللي كان حاصل، هل كان فيه، لان انا اعرف انه السيناريو تقريبا كنتوا بادئين تكتبوا فيه من سنه فاتت، من مش كده؟ حوالي سنة ونص. سنه ونص، يعني قبل الثوره. قبل الثورة قبل ما يبقى بحوالي فيه مجلس استشاري، وقبل ما يبقى فيه قانون عزل سياسي، وقبل كل شيء. ده استشراف للمستقبل